اهلا بيكم. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نضيف صوت او ساوند افكت على الفيديو بتاعنا. اعمل لايك سبسكرايب. وانا اسلام مندو بعلمك دافينشي من تحت الصفر للاحتراف، ويلا بينا. بص يا صديقي، بطريقة سهلة وبسيطة احنا خلصنا البروجكت بتاعنا مثلا، ووصلنا مثلا ان احنا عايزين نضيف صوت عشان نحلي الفيديو بتاعنا. قطيت اخدت الحتة اللي انا عايزها. اتعلمنا في الفيديوهات اللي فاتت ازاي نعالج الفيديو من الاهتزازات، اضافة كتابة، سلو موشن، فاست موشن، حاجات كتير جدا. لو اتفرجت على الفيديوهات اللي فاتت هتتعلم حاجات كتير جدا في الدافنشي، وفي الفيديوهات الجاية ان شاء الله تتعلم حاجات اكتر. يلا بينا نضيف الاول صوت عندنا، او الصوت اللي احنا عايزين نضيفه على المقطع ده مثلا او الفيديو ده. فاحنا اتعلمنا ازاي نعمل امبورت الميديا عندنا. فانا هعمل امبورت الموسيقى، تك دبل كليك او كنترول اي، وهيفتح معايا كل الماتيريال بتاعتي. روح انا مختار مثلا الموسيقى ديت واروح شاددها على التايم لاين بتاعي. عملت في التراك بتاع الاوديو، ضافت نفسها في الجزء دوت، وانا عايز اخليها اظبطها على الفيديو بالظبط. لو انا عملت زوم كده على التايم لاين بتاعي هلاقي ان في حته مفيهاش الساوند بتاعي. فاروح انا مثلا مقط من هنا، قطيت الحته ديت، وفي نفس الوقت طالع زياده. يعني انا مثلا الفيديو بتاعي لحد هنا بس 10 ثواني والموسيقى طالعه زياده، فممكن كنترول بي برضو اقط الحته ديت. تمام. انا قطعته على قد انا كده قطعته على قد الفيديو بالظبط. تمام. انا مثلا صوته عالي، حاسس ان صوته عالي، فاتك عليه تكه هيظهر عندي في الاسبريكتور في الاوديو، يبدا يظهر عندي شويه اعدادات هنتعلمها مع بعض دلوقتي. تمام. اول حاجه وهي مستوى الصوت. انا عايز اقلل مستوى الصوت هنا اهوت. انا قللت مستوى الصوت. اسمع بقى الموسيقى إذا ما قالني عاليه شويه، انا عايز اقلل. ربي أما استحييت. فكده مستوى كويس قوي، بس الموسيقى بادئه معايا عالية على طول، فانا عايز اخليها تدخل كده بايه. انت ممكن تستخدم من الاوديو ترانزيشن، ممكن تاخد اي كروس فيد وتضيفه على الساوند بتاعك. إذا ما كروس فيد ده عمل ايه؟ خلى الفيديو يطلع طلعة لذيذة قوي. احنا نقدر نخليه يطلع الطلعة ديت برضو من الكي فريم عندنا هنا. انا بوريك الطريقة السهلة وهي من اوديو ترانزيشن، وبتختار كروس فيد اللي يناسب الموسيقى بتاعتك. في كذا كروس فيد هنا، -3 ونسمع. إذا ما قال لذيذ برضو على واحدة واحدة. ونقدر نتحكم في الترانزيشن دوت، ان احنا نقلل نزود نعلي براحتنا. تمام. بس احنا مثلا لو عايزين نعمله يدوي فاحنا ممكن من الكي فريم. الكي فريم هنا لو علمنا على الكي فريم هنا فهي اصلا 18. انا عايز اقلل بقى شوية، هقلل الرقم ده شوية، مثلا اخليه 9. واول ما يجي هنا مثلا هتك هنا هيبدأ يعلى، يبقى 18 مثلا. تمام. واشغل إذا ما قالني هيبدأ يعلى او يوطى معايا بالراحة بالكي فريم بتاعتي. قلل الكي فريم. بص الكي فريم برضو بتلعب فيها هنا لذيذة قوي، اللي هو ايه، بقلل وبعد كده بشد الكي فريم هنا. فاهم؟ لو احنا قربنا هنا ركز معايا في الحتة دي. انا عملت كي فريم في الاخر، وطبعا انا عملت ارقام فانا ما حسبتهاش صح او ما حسبتهاش مظبوط. احنا ممكن نعمل نظبطها من هنا، احنا ان احنا هنا بنقلل الكي فريمية ديت وبنعلي هنا شوية وبس كده. بتبدأ تسيب بقى، بتبص بيعلى واحدة. إذا ما قالني فهمت؟ يعني بيعلى بالتدريج كده واحدة واحدة. اقدر ابعد الكي فريم ديت. تمام. تعلى واحدة واحدة. بص إذا ما دي دي التحكم في الكي فريم. انا هعمل لها ديليت وارجع صوت بتاعي عادي خالص.
دي بالنسبة للكي فريم في الساوند بتاعي وازاي اضيف الساوند. واتمنى انك تكون استفدت من الفيديو دوت. استنى في الفيديوهات اللي جاية عشان في جبروت حرفيا، وان شاء الله تحترف في الدافينشي معايا في الكورس ده. وفي نهاية الفيديو احب اختم فيديو بكلمة لا اله الا الله.